هذه رسالة إلينا نحن كجزائريين ورسالة إلى إخواننا المغاربة، أن الله تعالى قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: وأنا ربكم فاتقون. والله العظيم يعني ما رأيناه حدث مؤخرا شيء له الجبين وشيء مؤسف جدا، لأنه احنا نعرفه باللي أنه مثل هذه التصرفات تصرفات جاهلية، يعني على جال واش؟ على جال كرة الندم، على جال هذا الجلد المنفوخ نخسر إخواننا، واحد السب، واحد التقريع بيننا، واحد شيء عجيب جدا. إخواننا يقتلون في غزة ويدبحون وإحنا نتناحر بيننا من أجل كرة الندم فرقت الرجال. وسبحان الله معروف عندنا احنا كجزائريين كمغاربة، عبك بلي أقرب الشعوب إلينا سبحان الله من القادم هم المغاربة، وإحنا بالعكس أقرب. عندنا الحمد لله مع إخواننا حدود لكن سبحان الله علاش هناك نقاط اجتماع كثيرة. أولا يجمعنا الدين، تجمعنا اللغة، احنا نفهموا ما يفهمونا، العادات والتقاليد هادو كلها هدمناها من أجل كرة قدم ولا كرة ندم. سبحان الله العظيم. وكاين سفهاء من طرفين، بعض سفهاء هم الذين أثاروا نار الفتنة، بصح لابد للعقلاء أن يتحركوا. هذوك خوتنا في الله وإحنا خوتهم في الله، يجمعنا الإسلام يا إخوان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بين بعض الصحابة هذا الأمر قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ورب العالمين يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة. أبك احنا وهما شيء واحد. دوكا ما أفسدته السياسة الله يسهل عليهم. كيفاش نخلي السياسة التي هي فن الكذب تفسد مودة الإسلام بيننا؟ أبك بلي كاين بزاف روابط بيننا. وقلت لك عندنا خوتنا من كل بلدان، خوتنا المسلمين كما على الإسلام. أنا مادام مسلم خويا في الله، مادام مسلم، بصح عندنا واحد الخاصية بيننا وبين المغاربة أننا قرب لهم بزاف حنا وهما كذلك. نجي سبحان الله على هذه كرة سوى والو يا أخي. وبعض السفهاء منا ومنا من الطرفين أيضا يشعلون نار الفتنة. هذاك خويا في الله وأنا أخوه في الله. سبحان الله. دو كاين نزاعات سياسية ليس هذا، حنا خاطينا السياسة، حنا دين وإسلام وتربية وأخلاق إن شاء الله تعالى. فالإنسان لا يخوض في مثل هذه الأمور يا إخوان، اللي يجي هذا يقول لك هذاك خويا في الله، خويا في الله وأنا أخوه في الله. والله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: فاتقون سبحانه وتعالى.